يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هقول لكم حاجه. آه عايزه اقول لكم اللحمه، لما تيجوا تشتروا لحمه جربوا تشتروا لحمه الضلع. لحمه الضلع بتبقى ملبسه زي ما انتوا شايفين كده، وكمان اللحم بتاعها بيكون طري، مش اللحمه اللي بتبقى متجلده كده وناشفه. دي لحمه هتطر معاكي وهتبقى ملبسه بالشكل ده كده زي الطبقات، وبتستوي بسرعه وبتبقى طريه كده وطعمها جميل جدا. عشان بقى نعمل احلى شوربه للحمه، معايا كده حله على النار. هنزل معايا كده بالحاجات دي الاول: بصلايه، ونص قرن شطه حامي، وكمان طماطمايه كده كبيره، وكمان نص عود قرفه، وورق لورا، وكمان حبهان، بس انا مش عندي حبهان دلوقتي. اقلب بقى كل ده، والميه تكون بتغلي هنزل عليها باللحمه عشان ناخد احلى شوربه كده نعمل بيها باقي الاكل. ولو حد محتاج شوربه كده ناخد منها احلى شوربه. انا هسلق اللحمه كده قبل ما تبتدي تاخد غلوه كده. هنزل عليها بنص معلقه صغيره كده من السكر عشان تستوي معايا بسرعه. بس كده تعالوا نعمل بقى احلى طبق بسله، احلى حله بسله كده جميله. انا عارفه البسله اكله تقليديه، بس انا هعمل فيها كده كام تركه بجد. لو جربتوها هتفرق معاكم جدا في الطعم وهتحبوها قوي، ومش هتبطلوا تعملوها بالطريقه دي. ومعايا هنا بقى عشان تاخدي احلى بسله ممكن تاكليها، هحط معلقه سمنه كده في الحله على النار، وكمان كميه البصل. عامه في اي اكل خضار مش بحب البصل يكون كتير، يعني دي بصلايه كده وسط. شايفين انا مقطعاها الحجم اللي هو الصغير ده عشان مش بحب البصل يكون متقطع كبير في الخضار ويكون باين كده في الاكل. لكن البصل كده هيدي طعم ومش هيبقى واضح. وما تكتريش البصل في الاكل الخضار. هنزل كده بالبصل على السمنه بالشكل ده كده. وفي البسله بقى كده لما البصله تبتدي تاخد يعني تلين كده، مش هتاخد لون كمان، هنزل عليها بنص معلقه تومه كده. هتودي الاكله في حته تانية. وجربيها وقولي لي رايك، بجد هتفرق قوي في الطعم ان هي تبقى على بصل على توم كده، هتبقى جميله جدا وهتعجبك. اهو حطيت التومه كده، لما البصله ابتدت تاخد لون ذهبي اللي هو انا ما خليتهاش تحمر خالص، يا مدوب تلين عشان الاتنين يبتدوا يتشوحوا مع بعض. بصوا بقى، ولما البصله توصل للمرحله دي كده مع التوم، شايفين الاتنين بقى لون واحد ازاي؟ بصوا البصل مع التوم بقى بالشكل ده كده. انا مش هنزل بالطماطم، انا هنزل معايا بالبسله. البسله دي على فكره انا كنت مخزناها في الفريزر. هنزل عليها كده على البصل والثوم، البصل والثوم، وهديهم كده تشويحه مع بعض. هتفرق جدا في الطعم. ولا بقى ولا هنسلقها ولا هنحطها نيه كده في الصلصه بتاعتها. احنا هنشوحها كده بالطريقه دي. التركه دي بجد هتفرق جدا، وجربوها هتعجبكم قوي. هشوح كده البسله مع البصل والثوم. بصوا بقى كده بعد ما البسله شبه استوت نص سلقه نص سوا كده، البصل، شايفين البصل والثوم كمل سواه مع البسله، اتشوحوا كده مع بعض.
بالطريقه بقى دي هتفرق معاكي طعم البسله اكتر ما بتحطيها في الصلصه وتغلي كده، هتفرق قوي في طعمها وهتعجبك جدا. معايا كده بقى الطماطم بتاعتها لازم تكون متصفيه عشان تبقى طريه كده وهتبقى جميله معاكي. لازم تصفي كده الطماطم بتاعه البسله او بتاع اي خضار، لازم يتصفى كده عشان تبقى جميله بالشكل ده كده. هنزل بقى ايه بعد ما حطيت كده الطماطم، هنزل بحبه شطه صغيرين كده وهظبط الملح. ظبطت كده زي ما انتوا شايفين الملح. بعد ما حطيت الطماطم هنزل كمان ايه بالجزر المتقطع كده صغير على البسله، وهو بقى ايه هيستووا ايه مع بعض كلهم. هتكمل البسله تكمل سوا مع الجزر عشان تاخدي اطعم واسهل بسله. وتركاتها كده كام تركه فيها كده هتفرق معاكي جدا، ومش هتبطلي تعمليها بنفس الطريقه دي. بلاش بقى تحطي البسله في الصلصه، لا لما تتشوح مع البصل والثوم هتعجبك جدا. بس كده هسيبها بقى ايه تستوي. شوفوا بقى ايه اللحمه، شايفين اللحمه زي ما قلت لكم مش بتقلب دهون. شايفين بقت عامله ازاي في الخطوه دي كده. بعد ما ايه قربت تستوي هحط الملح. انا مش هحط الملح في الاول، انا حطيت حبه سكر بس كده في الاول، وبعد كده هظبط الملح قبل ما تستوي زي ما انتوا شايفين كده. قبل ما تستوي هظبط الملح بتاعها. ولما كده ايه ابتدت البسله كده ايه تستوي، هنزل عليها بالشوربه الخطيره دي بتاعه اللحمه. هنحط كده ايه مغرفتين كده على الجمال ده، ونسيبها ايه تكمل سوا. ولما الاكل يكون بقى فيه ايه بسله يبقى لازم يكون فيه ايه رز بشعريه. هعمل معاكم رز بشعريه مفلفل. ولما الاكله تكون فيها شعريه، لما الاكل تكون فيها بسله يبقى لازم نعمل رز بشعريه. هنزل كده بمعلقه سمنه كده بلدي، نزلت كده للرز بمعلقه سمنه بلدي، وهكمل كده بزيت. بس اهم حاجه يكون الزيت نوع نضيف عشان ما يبقاش واضح في الرز. نسيب كده السمنه تسيح، وهنزل بالشعريه بتاعتي. طبعا الشعريه لو بتحبوا الشعريه كتيره هتزودوا، قليله اهو. خليها لحد ما تاخد اللون الذهبي، وهنزل عليها بالرز. بصوا كده جمال اللحمه، بصوا جمال الشوربه بالبصله بقى كده بالشطه بالطماطم. هتاخدوا احلى شوربه لحمه بالشكل ده كده. بصوا معايا كده البسله استوت وبقت بالشكل ده. شايفين البسله، شايفين القوام بتاع البسله. بصوا بجد لو جربتوها بالطريقه دي من غير ما تسلقوها او تحطوها كده في الصلصه، بصوا لما تتشوح كده مع البصل والثوم، جربوا كده البسله مع بصل وثوم او اي خضار، تحطوا كده الاتنين مع بعض وتشوحوا كده فيها البسله، هتفرق جدا في طعمها. جربوها كده بطريقتي وقولوا لي رايكم فيها ايه. وكمان بسله يعني معاها شويه رز بشعريه كده مفلفلين وجمال بالشكل ده كده. بصوا كده الرز مفلفل وبجد خطير. بصوا اهم حاجه الرزايه يكون نوعها كويس، ما نكترش شوربه ونهدي عليها النار، وهتاخدوا احسن رز بس نشوحه كويس. هتاخدوا رز مفلفل كده وجميل جدا. وكمان لما سوينا اللحمه سويتها كده بالشكل ده واديتها تشويحه بالسمنه البلدي عشان نستفاد طبعا بالشوربه بتاعتها
القمر دي. بصوا طبق الشوربة ده في حتة تانية. يبقى كده خدنا من اللحمة الشوربة، وكمان شوحناها بالشكل ده، وعملنا بالشوربة بتاعتها البسلة وبالرز، وكده احلى غدوة ممكن تاكلوها كده وتفكركم بايام زمان. ما تنسوش بقى لو الاكل ده عجبكم تعملوا لي كومنت حلو ولايك وشير عشان قناة تكبر بيكم وبوجودكم فيها. شكرا ليكم.